ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله تملأ الميزان. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في آخر حلقة من برنامجكم في ضيافة الرحمن في الليلة 30 من شهر رمضان المبارك لعام 1445. أسأل الله تعالى أن تكون خاتمتها خاتمة خير وبركة، خاتمة مسك إن شاء الله. مشاهدي الأكارم، ونحن في آخر هذه الحلقات المباركات اخترنا لكم واستضفنا اسما عظيما نتبرك به. نسأل الله تعالى بركة هذا الاسم في هذه الحلقة المباركة الأخيرة، وهو اسم الله عز وجل الوهاب، مقترنا بالعزيز. ضيفي في هذه الحلقة هم الضيفين الدائمين الجليلين المباركين، فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان شيخنا وأستاذنا، وفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله أخونا الكبير. أجدد الترحيب بكم مشاهدي الأكارم مشاهدات الكريمات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا ولكم بخير. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك. إلى الحوار. هذا الاسم الوهاب ورد في القرآن الكريم مقترنا بالعزيز مرة واحدة فقط، في قوله تبارك وتعالى: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. وورد منفردا باسم الوهاب في 3 صور. في سورة آل عمران في قوله تبارك وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وفي قوله سبحانه وتعالى حكاية عن نبي الله سليمان: قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وفي قوله تعالى: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. ومصاريف هذا الاسم من كلمة وهب ويهب متفرقة في كتاب الله تبارك وتعالى أكثر من 40 مرة، ستكون معنا خلال هذه الحلقة. أهلا وسهلا بالشيخين الجليلين. أهلا وسهلا، حياكم الله. بداية نبدأ معك شيخ حسن سلمان في الإلماحة السريعة في اسم الله عز وجل الوهاب مقترنا بالعزيز، وهو ورد مرة واحدة في قوله تبارك وتعالى: أم عندهم خزائن ربك العزيز الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا الشهر أن يهبنا ويهب الأمة جميعا من خزائنه جل جلاله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فخزائنه عظيمة وهباته كبيرة، والهبة بطبيعة الحال هي عطاء من غير أن يكون هنالك مقابل. فعندما تقوم أنت بأن تهب شيئا لولدك أو لقريب لك أو لأي إنسان هبة من الهبات، فإنك تعطيه عطاء لا ترجو من ورائها مغنما أو مكسبا معين، فأنت تهب بلا مقابل. فاسم الله الوهاب هو من أعظم الأسماء، وهي من أسماء الجمال، أسماء الجمال لله سبحانه وتعالى، لأنها عطاء. يا سلام.
تتعلق الوهاب من أسماء الجمال. أسماء الجمال سلام. لأنها ذو الجلال والإكرام، فهي فيها جوانب الإكرام عظيمة في اسم الوهاب. الله سبحانه وتعالى يهب خلقه ما يهبهم الوجود من حيث إيجاد، صحيح. يهبهم كذلك الإعداد، نعم. وما يصلح لحياتهم، يهبهم كذلك حالة الإمداد المستمر حتى تصلح بقاء ويصلح الحياة بما يمدهم الله سبحانه وتعالى به. فهبة الله سبحانه وتعالى في المخلوقات إيجادا وإعدادا وإمدادا، فهي هبات مستمرة وبلا انقطاع. ولكن هنا لما ارتبطت بالعزيز الوهاب نلاحظ بأن الآية لها علاقة بما قبلها من آيات. كان المشركون يعترضون على اختصاص الله سبحانه وتعالى في موضوع الرسالة والنبوة أن يختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكانوا بحسب جاهليتهم وما هم فيه من أحوال يتصورون بأن موضوع العطايا الإلهية مثل الحالات التي عندهم، إنه والله تحال مثل هذه الوظائف الكبرى، تحال إلى أصحاب الجاه، أصحاب المال، أصحاب القبائل الكبيرة، أصحاب القوة إلى غير ذلك. ما كانوا يتصورون بأن هذا الأمر هو محض فضل الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل نبوته ورسالته يضعها حيث تصلح لها، ويضعها في القلوب التي تحمل هذه الأمانة العظيمة. فكان هذا الاعتراض منهم مقابل بإيه؟ بهذه الآية اللي هو أنزل عليه بل هم في شك من ذكري بل لما يقول ذوق عذاب. هذا كان الاعتراض، يعني كيف والله ينزل هذه الرسالة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكان الرد من الله سبحانه وتعالى بأن يعني الله سبحانه وتعالى يضع رسالته ويضع نبوته ويضع رحمته، لأن الرحمة أو النبوة من فروع رحمة الله سبحانه وتعالى. فالعزيز الوهاب ارتبطت بأمرين: أولا أن الله سبحانه وتعالى لا أحد يمنعه إذا أراد أن يعطي فضلا أو يعطي هبة أو يعطي كل ما يريد من نبوة ورسالة وعطاءات، لا أحد يمنعه من الوصول إلى ما يريد جل جلاله، لأنه من تجليات اسم العزيز أنه لا أحد يصده عما يريد، ولا أحد يكرهه على شيء لا يريده سبحانه وتعالى. فمن هنا جاءت قضية العزيز. ومسألة الوهاب أن الله سبحانه وتعالى المقام مقام نبوة، مقام عطاء، مقام هبات، وأعظم هبات الله سبحانه وتعالى موضوع إيه؟ موضوع النبوة، لأنه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن حاجة الناس إلى النبوات أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. فعلم النبوات الناس تحتاجه في كل مسيرتها، وهو بسببه يكون النجاة في الدنيا والآخرة. هذا من حيث الاسم واقتران الاسمين مع بعضهما البعض. هنالك نقطة مهمة جدا أحب أيضا أن أشير إليها. هنالك مجموعة أسماء ترد في القرآن الكريم أو مفاهيم ترد في القرآن الكريم لها صلة ببعضها البعض. الأولى هي الهبة، والثانية هي الرزق، والثالثة هي المن. فالله يمن، والله يرزق، والله يهب أو يهب جل جلاله. السلام. هذه الثلاثية تكاد تكون كلها مشتركة في شيء واحد، هي عطايا. الأرزاق عطايا، والهبات عطايا، وامتنان الله لعباده عطايا. لكن يبدو لي أن الهبة نعم يعني متخصصة بالله عز وجل، نعم، خاصة به أي نعم سبحانه وتعالى. أي. لأن الإنسان ربما يرزق غيره، والله يرزق أيضا، ولذلك الله قال والله خير الرازقين. نعم. تمام. الله يمن، وكذلك بني آدم يمن. يا أيها الذين آمنوا نعم. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الله يمن وبني آدم يمن، لكن الله هو الوحيد الذي يهب. نعم. الله الوحيد الذي يهب، ولذلك لا تجد في آيات الله والله خير الواهبين أبدا، خصوصا في بعض النعم التي اختص الله بها نفسه، كأن يهبك الولد. ما في أحد هنا له سلطة في أن يهبك، والله أعلم. يعني هذا أنا الذي لاحظته من خلال، لذلك قالوا في قضية يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور،
نعم. قالوا الهبة هنا محض فضل الله، ليس فيها تدخل من أحد. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، فهي مختصة بالله. لكن المن والرزق ربما الله أعلم. لا الهبة، لا الهبة الهبة في حق الله عز وجل بمعناها الشامل الكامل، نعم. لا. ولكن الهبة في حق الآدمي على على قدره. يعني الهبة في لغتها في اللغة، نعم، لأنه في اللغة، لكن لا تجد مثلا والله خير الواهبين. لا أقصد هذا من هذه، نعم. لكن هي باب الهبات الآن عندك في الفقه، نعم، يدخل فيه كل ما نهبه نحن من هدايا، ومن هذا يدخل في هذا الجانب. على كل دعني أكمل فيما يتعلق بالثلاثية هذه، جميل، لعلها تتضح الصورة أكثر. تلاحظ بأن الهبة في القرآن الكريم الغالب فيها في هبة الذرية، الغالب فيها، لكنها ترد أحيانا في سياق النبوة كذلك، وترد في سياق طلب المغفرة والرحمة من الله. لكن لو تلاحظ الآن موضوع الهبات في القرآن، وهبنا له معظمها تجدها في إيه؟ في الولد والذرية. جميل. منها ما لا يقدر عليه إلا الله. ما لا يقدر، هي هنا هذه ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. طيب لاحظ الآن، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. طيب وإناثا. يعني خليني أقرأ عليك أنا هذه الأمور. نعم. اللي هو لفظ وهب ورد في القرآن 14 مرة أو 13 مرة. نعم. قال الله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم. هذا طلب الثبات. هنا الآن طلب الثبات ولا يكون إلا من الله. جميل. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. بهبة الذرية. الذرية. نعم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق في هبة الذرية. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب في هبة الذرية. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. هبة النبوة. هبة النبوة. ووهبنا لهم من رحمتنا أخاه هارون نبيا. هبة النبوة أيضا. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. هبة النبوة. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هبة الذرية وصلاح الزوجة. وصلاح الزوجة هبة من الله. نحن طبعا دي صلاح الزوجة من العام الماضي. صلاح الزوجة هداية الإلهام والتوفيق. صلاح الزوجة هبة من الله. أما هبة من مين؟ أولا انتبه. ما هي هداية التوفيق والإلهام؟ ففررت منكم لما خفتكم. الشعراء. ففررت منكم، خلينا نكمل. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. العنكبوت. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صاد. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. صاد. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. لا يمكن أن يعطيك مثل هذا الملك إلا الله سبحانه. أي والله. لذلك ما وردت والله خير الواهبين. شوف، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. أيوب عليه السلام. يا سلام. طبعا بس هنا حتى المشاهد يتابع معنا، يعني هنالك الهبة زي ما ذكر شيخ محمد، الهبة في إطار مقدور العبد، كأن تقول المرأة للرجل وهبتك نفسي، أو امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي. فهنالك في مساحات المقدور بالنسبة للعبد. أيوه بس يهب. لكن هنا لاحظ الهبات الإلهية إما أنها في النبوات وفي الذرية يا جماعة اللفظ وهب في القرآن ما ورد مشاركا فيه معه أحد أبدا. نحن لا نخالف يعني مثلا دقيقة، هي لفظ الوهب نفسه بني آدم يهب في مقدوره. هناك صفات يشترك فيها بني آدم ويشترك فيها الرب عز وجل. فهنا في هذه المواقف التي ذكرها الله عز وجل لم تكن إلا له سبحانه وتعالى. يعني أنت قضية المن. دقيقة، تقصد أن هذا الاسم خاص بالله؟ الوهاب طبعا. لا بلى.
لا لا أبدا. بلا قاسم بالله. أبدا يا شيخ برهان. ها تقدر تقول واحد وهاب؟ نعم. لا. الوهاب ما في شيء يمنع أبدا. الوهاب هو الله. لا لا لا. الوهاب وفي وهاب من البشر. الوهاب يهب، البشر يهب نعم. أيوه. لكن الوهاب لما تقول فلان وهاب يعني على قدره، على قدر بشريته. على كل حال أنا تأملت ما وجدت والله خير الواهبين. لا أنت ما تقرينا بس بالحكمة أبدا. لا إن ربطت بهذا طبعا ما حتلقى الله خير الرازقين. نعم. الذي أنعمت عليه، أنعم الله عليه وأنعمت عليه. نعم. لكن قضية الهبة ما أعتقد. لأن عندك الآية الآن وإن امرأة وهبت نفسها للنبي، هذه هبة عادية فيما يقدر عليه إنسان. هاي من حيث اللغة أنا معكم. أنت عارف إيش يسمونها هذه؟ من حيث اللغة نعم. هذه يسمونها الواهبة نفسها. هكذا تسمى. أيوة أنا عارف. موجودة هنا أيضا، لكن قضية والله خير الواهبين. لا نحن ما قضية ترى. والله خير. لماذا طيب قال والله خير الرازقين؟ لماذا قال الله عز وجل والله خير الرازقين؟ لا، لأن في من يرزق وفي من يهب. لا حاضر. لا هي شوف شيخنا موضوع سمعنا وأطعنا. الربط بقضية الخير ما الأسماء نبحثها لا بأس. الأسماء هذه على كل حال ليست قاعدة جامعة معنا. لأنه قد يكون هنالك شخص قادر لكن لا تجد خير القادرين مثلا. ايوه ما في خير. ليست بلازم انه والله كلها تكون بانه ينص على هذه ليست قاعدة. ليست قاعدة جامعة في هذا الجانب. على كل الآن لو وضحت عندنا الجزئية الأولى، القاعدة الأولى اللي هو إنه والله موضوع الهبة والغالب فيه الرزق في القرآن الكريم هو عطايا. صحيح. لكنها سبحان الله ترد دائما في العطايا المآكل والمشارب والثمار وفي هذا الاتجاه، مع أنه يمكن أن يسمى غير ذلك رزق، لكن الغالب في القرآن الكريم إنه قضايا المآكل والمشارب تجد يطلق عليها إيه؟ الأرزاق. وفي السماء رزقكم وما توعدون. وتجد هنا الرزق يطلقها القرآن الكريم على الأمطار. صحيح. لأنها على الغيث الذي ينزل، لأنها أسباب في الموضوع. الثالثة موضوع المن، هو الذي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فتجد قضايا المن لها علاقة بالنبوة، ولها علاقة كذلك بالرسالة، ولها علاقة بالهداية. ولذلك في أواخر سورة الحجرات لما قالوا أسلمنا يمنون عليك إيه؟ أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فهي على كل الاستخدامات في مجملها تدور حول موضوع العطايا، ولكن هنالك غالب في الصفة، فصفة الرزق في عالم الأشياء والمآكل والمشارب، وموضوع الامتنان من الله سبحانه وتعالى في قضية الهداية وقضية النبوة، وموضوع الهبة في موضوع النبوات والذرية. والله أعلم. طيب جميل. على كل حال ما نختلف. نحن من خلال تتبعنا فيما يتعلق بهبة نجد أنها مختصة في أمور عظام. كل المذكور هذا في لا يستطيع الإنسان أن يدخل فيها. قضية الهبة في مسألة النبوة ومسألة الثبات ومسألة الولد ومسألة العطاء الكبير. يعني مثلا هنا في سورة سليمان ربنا عز وجل يقول ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. اختيار سليمان لفظ الوهاب هنا اختصاص بالله عز وجل، لأنه لا ينبغي أن يوصف لغيره. هذا أنا قناعتي. نعم. ولذلك قال سبحانه فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فاختيار سليمان عليه السلام لهذا الاسم في هذا المقام، وكونه يقول لا ينبغي لأحد من بعدي، قال إنك أنت الوهاب، معناته أنه هو مختص بهذا الاسم.
وهناك أيضا ربنا عز وجل لما قال الآية التي أنت ذكرتها قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، ما قال يرزق أو يعطي يمن، إنما قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وفي قوله سبحانه وتعالى قضية الهبة التي هي هبة اللي هي هبة الثبات، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اختيار حتى العلماء لهذا الاسم اسم الثبات هو مختص بالوهاب الذي هو حتى في قوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك. هذه شوف نعمة زائدة من الله للنبي عليه الصلاة والسلام، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن هذا الاسم أنا أتوقع هو يختص بالله سبحانه وتعالى بهذا المفهوم. اليمن، أهل اليمن صحيح هي لغة عربية، يقول هب لي مايو. أهل اليمن من الجداد يقولون هب لي مايو. هبني نحن في التقنية كمان هبني أيوة هبني كلغة. نعم على كل خلينا الآن كذا الوهاب الآن نحن إن شاء الله نخليها تحت البحث. لكن مفهوم الهبة هو مفهوم أصيل في الفقه الإسلامي، فهنالك الهبة وهنالك الواهب وهنالك إيه؟ نعم العطية والهبة هي موجودة على كل، لكن يمكن أن صيغة المبالغة هذه في الوهاب احتمال يعني على كل وهاب الواهب على كل راعي خير راعي طاعة راعي كذا، لكن العزيز الوهاب أعتقد أنها مختصة بالله سبحانه وتعالى والله أعلم. وخاصة أن الله في السياق اللي ذكرها كما تفضلتم سياقات لا يمكن أن يقوم بها إلا هو، ولذلك نحن اليوم اخترنا هذا الاسم العظيم حتى يهبنا الله والسامعين والسامعات عتقه من النار. آمين. هل في أحد يستطيع أن يعتق أحدا من النار إلا هو؟ لا في أحد يقدر يعتق من السجن. لا احنا نقول لك تستطيع أن تعتق رقبتك من النار. أنا بقول لك في من السجن من النار من النار الله، ومن السجن فلان. احنا ما قلنا من السجن، السجن ايش؟ واحد مسجون إنما هذه حياة الدنيا قبل فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قبل في ليلة 27 جاء رجل اسمه عاطي المالكي، قتل ولده على يد شاب يعني شباب من جيران وقتله، ثم طبعا المحكمة حكمت بالقصاص. طبعا سينفذ القصاص في 19/1445 يعني بعد العيد مباشرة. جاءوا في مجلس كل أعيان القبيلة والجماعة كلهم مجتمعين، قام وألقى كلمة حمد الله وأثنى عليه. أبو المقتول؟ لا أبو المقتول نعم. سبحان الله. ثم تكلم عن فضل رمضان وأننا في ليلة مباركة، وإني يعني تزامنا مع كرم الله سبحانه وتعالى وبدون أي مقابل أعتقت، شوف كده يقول أعتقت رقبة فلان الفلاني وأني عفوت عنه لوجه الله سبحانه وتعالى. أعتقد هذا عفو الذي ورد في القرآن، عفو في ما عندي بقول لك عن ما أعتق رقبته ولا شيء. لا يا أخي العتق يتم يا شيخ محمد. يا برهان هو لا يقصد أنه اعتق رقبته من النار، هو اعتق رقبته من القصاص. هي بس ما اعتقله، هو يعتقر عفى عنه. أي لا بأس. اللفظ الشرعي عفو. اللفظ هذا يستخدم في اللغة يا شيخ برهان. اللفظ الشرعي عفو حتى في المحاكم عفى عنه. حتى عبدك يقول اعتقت رقبته. نعم في عتق الرقبة نعم. لا بأس، لا حنختلف في جزئيات، خلينا في الصميم بس. لا على كل حال موضوع الوهاب اسم مبارك. إذا لديكم تعليق في بقية الأسماء وما وردت فيها من في قوله تبارك وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وكذلك
تعليق على ربي هب لي، ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، لأنه هو أصل اجتماعنا اليوم. يا أخي الكريم، اسم الوهاب في مدلولاته الشاملة الكاملة يدل على أن هبات الله جل وعلا منذ الأزل، وأن مواهبه مستمرة إلى قيام الساعة. لو نظر كل إنسان فيما وهبه الله سبحانه وتعالى سيعجز أن يعد مواهب الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى وهب كثيرا ولا زال يهب وسيهب مستقبلا. وكما ذكر شيخنا أن الله جل وعلا يهب بلا عوض، يعني أنت وبلا استحقاق. ألا ترى أننا خلقنا الله سبحانه وتعالى في أحسن تقويم؟ لو نظرنا في أعيننا ونظرنا في جسدنا كله، ولو نظرنا في التنفس الذي نتنفس، كل هذا هبة من الله. من الذي استحق هذا الأمر حتى يعني يكون واجبا على الله سبحانه وتعالى؟ إنما هي موهبة، هبة من الله سبحانه وتعالى وهبها لعباده. لو نظرنا إلى هذا الكون الفسيح وما فيه من مسخرات سخرها الله سبحانه وتعالى للبشر، كل هذا هو هبة من الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هباته على حد يعني وزن هذا الاسم، هباته مستمرة بلا انقطاع. والله جل وعلا هباته تدهش الإنسان، ونحن لولا أننا ننسى كثيرا سيرى كل واحد منا في حياته من هبات الله سبحانه وتعالى ما يجعله في دهشة. ألم تكن يا شيخ برهان فقيرا فمن الله عليك؟ ألا تذكر أيام في الزواج كنا أنا وأنت يا الله ربنا يرزقنا. والله إني كنت أتكلم مع أحد الشباب، قلت له والله أنا أعجب في بعض الأحيان كيف كنت طالبا ومكنني الله ووهبني هذه الهبات وتزوجت. قلت وأخي برهان بنفس الطريقة. نعم. كل هذه الهبات التي يهبها الله عز وجل هبات الله عز وجل تدهش. ولذلك لا ينبغي للإنسان للواحد منا أن يكون جحودا، ينبغي اتجاه هذا الاسم أن يقابله بالشكر لله سبحانه وتعالى وبالحمد لله جل وعلا على كل حال، في السراء وفي الضراء وفي النعماء وفي كل أمر من أمورنا. ولذلك اسم الوهاب يشعرك بالأمان في اتجاه الله سبحانه وتعالى، أن مواهب الله عز وجل مستمرة سواء كنت تستحق أو لا تستحق، والله المستعان. أنا أقصد من هذا النقاش هو أن يستشعر العبد بأهمية هذا الاسم فيما يسأله من ربه سبحانه وتعالى. حينما يستخدم جميل يعني الأسماء في مواقعها لها أثر كبير. كما استخدم سليمان عليه السلام هذا الاسم، قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. الذي مثلا عنده مشكلة في الإنجاب فلو أكثر سبحان العزيز الوهاب، سبحان العزيز الوهاب، أو قال اللهم يا عزيز يا وهاب يا قادر على كل شيء هب لي ولدا مثلا. لأن تكرار هذا الاسم في هذا الموطن بالذات، ووهبنا له ووهبنا له ووهبنا له، قضية الذرية، إشارة إلى كأن الله يقول يا عبادي اسألوني بهذا الاسم حتى أعطيكم هذا الشيء الصعب. هذا الذي نريد أن نصل إليه نحن. ومن هنا قلت أن الوهاب بالذات اسم مختص بالله سبحانه وتعالى، لأن ما فيه من المعاني العظيمة. يعني مثلا الآن ماذا تعلق الشيخ حسن على قوله تبارك وتعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين.
ألا يشعرك بأن لفظ الوهاب داخل ليس فقط في قضية هبة النبوة بل حتى الهداية؟ نعم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هي على كل استحضار هذا الاسم، وخاصة نحن في نهاية هذا الشهر المبارك، كل له حاجة، وحاجات الناس لا تنتهي. هنالك الحاجة إلى الولد فعليك باسم الوهاب، هنالك حاجة إلى الثبات عليك باسم الوهاب، هنالك حاجة إلى رفع الفقر عليك باسم الوهاب، هنالك الحاجة إلى الشفاء والعافية عليك باسم الوهاب، هنالك من هو بحاجة إلى أن يتوب الله سبحانه وتعالى عليه عليك باسم الوهاب. على كل هذا الاسم العظيم علينا أن نستحضره خاصة في هذه الأيام الأخيرة ونحن في نهاية هذا الشهر المبارك، أن يفتح الله سبحانه وتعالى علينا من خزائنه. لذلك ارتبط هذا الاسم بالخزائن. يا سلام. ارتباطه بالخزائن كأنما يقول لك كل ما تتصوره من مطالب فهو في خزائن الله. يا سلام. ليس المال فقط، كل شيء. النعم، الهداية، كل الخزائن. نعم. كل الخزائن. الله. وخزائنه سبحانه وتعالى لا تنفع. الله. وعلينا أن نطلب هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى. لهذا سبحان الله ناسب موضوع الخزائن اسم الوهاب ولم يناسبها اسم الواهب، لأن اسم الواهب قد يعطي مرة واحدة، ولكن الوهاب صفة فيها كثرة وتكرار وديمومة واستمرار. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول تعبدوني واسألوني بهذا الاسم العظيم. اسألوني بهذا الاسم، فأنا الذي أعطيت النبوة، وأنا الذي أعطيت الصحة، وأنا الذي أعطي العافية، وأنا الذي كذا، فاسألوني بهذا الاسم ولذلك ونحن إن شاء الله نخرج أو نختم ختامات هذا الشهر، كل منا عليه أن يستحضر القائمة الطويلة من الأسماء ويختم بهذا الاسم الذي هو هو مرتبط بالخزائن، خزائن العلم، خزائن الرحمة، خزائن الهداية، خزائن المال. ولذلك هذا الاسم العظيم علينا إن شاء الله أن نتقرب به إلى الله. شوف يا شيخ حسن، يعني أيضا من البحث العلمي، أنا ما أعتقد أن اسم الواهب ورد في القرآن. هل اسم الواهب ورد في القرآن؟ هل الواهب اسم من أسماء الله؟ الواهب الوهاب نعم، وورد كما ذكرنا، لكن اسم الواهب أنا لا أعلم أنه اسم من أسماء الله. هو اسم فاعل على كل، والوهاب صيغة مبالغة. يعني هل ورد اسما الواهب؟ نعم، ما أعطاني شيء. الوهاب نعم وارد. عموما هذه تبحث على كل حال. في القرآن الكريم اسم الواهب ما وجدتها. الوهاب نعم مفردة وهب وردت. نعم. هذا التعليق الجميل منك شيخ حسن، جزاك الله خيرا، فيما يتعلق بخزائن الله ملأ ولا يستطيع أن يعطيك من غير مقابل إلا الله سبحانه وتعالى. فيما يتعلق إذا كان برضو في نقطة لطيفة يعني هنا، إذا كان الله سبحانه وتعالى يعطيك من غير مسألة لأنه هو وهاب، فكيف يحرمك وأنت تسأله؟ الله، يعني هذه مسألة مهمة. يقول لك أنا الوهاب، أنا أوجدتك وأنا أمددتك وأنا هيأت لك وأنا خلقت لك الأرض والسماوات، هذه كلها هبات من الله، وأنت ما سألته، أنت ما سألت أن توجد ولا سألت أن تولد هذه كلها لم تكن موجود حتى تسأل، فكيف يحرمك الله سبحانه وتعالى وأنت تسأله جل جلاله؟ ثم أيضا الوهاب أحيانا ترتبط أيضا بالدعاء، ترتبط بالدعاء. يعني مثلا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له. هنا سكت أظن في بعض القراء زي الشيخ المنشاوي يسكت في وهبنا له قبل أن يأتي إلى
فبعضهم سبحان الله بعض الذين يهتمون بهذه اللطائف. وأيضا الهبات تتحقق بعد العبادات. أيوة عليكم. هنا إيه؟ تتحقق بعد العبادات. نعم. صد تتحقق بعد العبادات. كيف أنه سبحان الله لما خلاص دعا القوم وما بالوا به ووصل مع والده أو مع أبيه إلى المفاصلة، قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له، لأنه بعد الاعتزال سيلجأ إلى الله ويدعو الله سبحانه وتعالى ويخلو بنفسه، وهذه الخلوات سبحان الله فيها الدعوات. هذه الخلوات فيها إيه؟ فيها الدعوات وفيها الخفاء وفيها كذا، وبالتالي تأتي الهبات من الله سبحانه وتعالى. أيضا الهبات مرتبطة بالمقامات، هذه أيضا لا بد من الالتفات إليها. يعني كلما ارتقيت في مقام كسبي إلا وكان لك من الله إيه؟ هبة من الله سبحانه وتعالى. يعني ارتقيت مثلا إلى مقام التوبة، تجد أن الله سبحانه وتعالى يعطيك من هباته نفحات عظيمة جدا أنت لم تكن أصلا بأهلها. فالمقامات كما يقول ابن القيم المقامات كسبية، المقامات كسبية، والأحوال هبات من الله سبحانه وتعالى. الأحوال هبات من الله سبحانه. نعم. هنا أيضا نريد تعليق من الشيخ محمد بن عبد الله الجزرتي. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. طبعا الدعاء الذي قال الله فيه فاستجبنا له قال زكريا، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فهو طلب واحد طلبه الله عز وجل، طلب من الله سبحانه وتعالى أن لا يجعله فردا، وكان الجواب فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. نلاحظ هنا أن دعاء شيء والإجابة لشيء آخر. سأترك لك أنك تعلق. أريدك أن تعلق أيضا على عطاء سليمان. كذلك سليمان سأل شيئا فأجاب الله عز وجل فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، رقم 1، والشياطين كل بناء وغواص، رقم 2، وآخرين مقررين في الأصفاد، رقم 3، ثم قال هذا عطاؤنا، كأنه يقول لمن سألنا بالوهاب هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. بعدها قال هذا الخامس وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. في الحقيقة بالنسبة لهذا الطلب الذي طلبه زكريا والطلب الذي طلبه سليمان عليهما الصلاة والسلام، هما طلبا شيئا والله جل وعلا أعطاهما أكثر مما طلبا. والموهبة من الله سبحانه وتعالى أنا ذكرت قبل قليل أن الله جل وعلا حينما يهب عباده يدهشهم، يعني لا يكتفي بمجرد إجابة الطلب الذي طلبه، صفة الكريم. نعم. فزكريا سأل الله جل وعلا ألا يتركه فردا، فهو بهذا يريد أن يكون له ذرية، فالله جل وعلا يعني أعطاه ما يريد، وفوق ذلك قال وأصلحنا له زوجه، ثم قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كل هذه عطايا الله جل وعلا، وهبات الله عز وجل ليست هبات يعني مقصورة أو قليلة. هبات الله عز وجل ليس لها حد، هبات الله عز وجل واسعة، هبات الله عز وجل تدهش العبد. ولذلك زكريا عليه الصلاة والسلام لما جاءته هذه البشارة بدأ يعني يتساءل، أنا بلغت في العمر مبلغا وامرأتي امرأة عاقر، لأن هذا الكلام رغم أنه قبل قليل كان يسأل الله جل وعلا أن يرزقه الذرية، لكن هذا التساؤل هو التساؤل المندهش، اندهش من هبة الله عز وجل، فبدأ يتكلم بهذا الكلام، ثم بين الله عز وجل له الأمر الإلهي.
بالنسبة لسليمان عليه الصلاة والسلام، أما طلب سليمان فهو طلب واسع كبير. سليمان طلب طلبا لا ينبغي أن يكون لأحد من بعده، ولا ينبغي أن يكون في مثل هذا المقام إلا ما ذكر الله جل وعلا. كل هذه الأمور الخمسة التي ذكرتها لا ينبغي أمام هذا السؤال إلا أن تكون بهذه المثابة. ولذلك لن ترى أحد بعد سليمان عليه الصلاة والسلام يحظى بهذه الهبة التي وهب الله عز وجل إياها سليمان عليه الصلاة والسلام. والأنبياء ما كانوا يستعظمون أمرا في سؤاله، وهذه نقطة في غاية الأهمية. يعني هو يطلب، العجوز الذي يرى نفسه خلاص يطلب شيئا سبحان الله كده في الحسابات المادية شبه غير ممكن. صحيح. هب لي ملكا لا ينبغي لأحد. سبحان الله. عطاء الله، أنت ليه؟ أنت أسأل، ما في مشكلة. سبحان الله. فهذه سبحان الله من اللطائف المهمة جدا. وهو أيضا نستفيد من أن التجارب، أنت انظر إلى الذين أعطاهم الله، استفيد من التجربة، كما يقولون التجربة تفيد اليقين. صحيح. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقه، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. مباشرة ليش هنالك دعا زكريا ربه، قال هو ما شاء الله طالما جاء يعطي هذا العطاء فاكهة ليش أنا ما أسأل الصيف في الشتاء، مع أنها دونه في المقام ما حسدها ولكن سأل الله. أيوة، كيف أن والله أنت بدل تذهب في الحسد والبغضاء وزوال النعمة أخوك من الله عليه فسل الله. نعم. ولاحظ سبحان الله زكريا في المقام أرفع منها سبحان الله، لكنه استفاد منها أيضا. ما قال والله هذه دوني في المقام، لا، الله انظر إلى عطاء الله سبحانه الله. هذا ملحظ جميل يا شيخ حسن. نعم. إذن المسألة يعني لدينا نحن يعني مهما كان ما نطلبه لا نستعظم هذا الأمر. الواحد يتجه إلى الله جل وعلا بالاسم المناسب مثل اسم الوهاب، فيطلب من الله جل وعلا، فإن خزائن الله ملأى، فيطلب والله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يمنح الإنسان. أليس الله جل وعلا أغنى بعد فقر، وجبر بعد كسر، وقوى بعد ضعف؟ كم من إنسان ضعيف فقواه الله جل وعلا، وكم من إنسان كثير جبره الله جل وعلا، وكم من إنسان فقير أغناه الله جل وعلا، وكم من إنسان حزين فأسعده الله جل وعلا. كل هذه تدخل تحت طيات هبات الله جل وعلا. فلا يستعظم العبد أن يسأل ربه ما شاء من خيري الدنيا والآخرة، فإن الله جل وعلا وهاب عزيز يهب بلا حدود. في اقتران العزيز بالوهاب دليل أن الله لا يعجزه شيء. جميل. ولا يمنعه شيء. أحيانا العبد قد يقول مستحيل الله يعطيني هذه، من جهتين: من جهة أنه لا يستحق، فيرى أن الله لا يعطي إلا لمن يستحق، يظن هذا الظن، وهذا الظن خطأ طبعا، لأن الله عز وجل يعطي سبحانه وتعالى، يهب لأنه وهاب كما تفضلتم من غير استحقاق. هذا جانب. الجانب الثاني: قد يأتي إليه الشيطان فيقول له إن الله لا يستطيع أو لا يقدر أن يعطيك كذا. مصيبة. شايف؟ نعم. هذا كمان يعني حديث الرجل. لو أردنا شيخنا الآن ننزل هذه الحالة في غزة مثلا، الأمة لما فقدت العزة إقاساتها كلها جالسة في المعبر، هبات موجودة ما شاء الله، عطاءات كثيرة جدا، لكن لما كان ينقص هذه العطاءات القدرة على الإيصال مكدسة، ليس كذا؟ وهنالك سبحان الله من هو عزيز بمعنى معه القدرة ومعه الإمكانية ولكنه منقبض لا يعطي. لكن الله سبحانه وتعالى جمع إيه؟ يا سلام. أنا عندما أعطي أستطيع أن أوصل. نعم. ما أحد يمنعني. لا أحد يمنعني. نعم. أريد أن أعطيك ولدا سأعطيك ولدا. أريد أن أعطيك نبوة أعطيك نبوة. حتى لو أنت عندك 1000 مرض، يعني تطبيقا لهذا المثال. نعم. بعض المرضى قد يكون عنده من الأمراض ما يكون من المستحيل أن ينجب هذا. نعم صح.
فتصدر التقارير يا أبوي أنت مريض بكذا وكذا وبكذا، أن لك أن تنجب. الناس أخف من هذه الأمراض ما هم قادرين ينجبون، أنت لا تنجب أبدا، انسى الموضوع ده، يعني ده سلام عليكم زي ما بيقولوا الدكاترة المصريين. ولكن هنا قضية الاسم الوهاب يستطيع أن يرزق حتى لو كان مريضا مرضا يعجز معه الأطباء. صح. وهذا تمثيل رائع جدا للواقع. الله عندنا في القرآن نموذجين، نموذج العاقر ونموذج العقيم. زكريا امرأته لم تكن زوجه لم تكن عقيما، ولكنها كانت عاقرا. والعاقر ما لها مشكلة في الرحم، فساد الرحم كما يقولون، يعني إذا تم التظبيط بتاعت الرحم يمكن أن تجي. لكن العقيم سبحان الله ليست لها قابلية الإنجاب أصلا، وهي زوج إبراهيم كانت عقيم، فأعطى الله الاثنين، أعطى من كانت عقيما وأعطى من كانت عاقرا. ولكن فعلا بالدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا ملحظ في غاية الأهمية. لو لاحظنا الطلب بسم الله الوهاب في جميع الآيات، ستلحظ أن هؤلاء الأصفياء من الأنبياء كانوا في طلبهم يقولون وكأنه يقول أنا يا الله لا أستحق، أنا لا أستحق، ولكن أنت الوهاب، فامنحني العطية أو الهبة الفلانية. نعم. فهذا جلالة ذل بين يدي الله جل وعلا لاستجلاب هبة الله جل وعلا. ولذلك لو استعرضنا الآيات كلها ستجد أن كلهم يعني يتمثلون هذا الأمر. ولذلك الله جل وعلا، فلذلك من أراد كما قلنا، طبعا حينما نقول امرأة عقيم الذي جعلها بهذه الحيثية هو الله، والذي يستطيع أن يجعلها تكون مثلها مثل امرأة أخرى هو الله. فلذلك حينما يأتي العبد يسأل لابد أن يستشعر هذا الأمر، يستشعر الانكسار والذل بين يدي الله جل وعلا، وأنه غير مستحق، ولكن يستمد المدد من الوهاب سبحانه وتعالى. وأن الله قادر، الله يهب. نعم، الله قادر على كل شيء، وأن الله يعطي من غير استحقاق. نعم، هذا هو المعنى الذي نريد أن نصل إليه في آخر حلقتنا اليوم، أن الله قادر أن يعطينا العتق من النار، وأن يرحمنا سبحانه وتعالى ويكتب لنا رضوانه فلا يسقط علينا أبدا، هبة منه سبحانه وتعالى وتفضلا وكرما من غير استحقاق منا. هذا الذي نريد أن نصل إليه. كما نريد أن نصل أيضا أن كل إنسان منا لديه طلبات ولديه يعني احتياجات، ربما تكون عظيمة في نفسه لكنها هي عند الله عز وجل هو علي هين، هو علي هين، هو علي هين. أبغى أقولها سبقتني. أي والله هو علي هين، هو علي هين. أيضا مع ملاحظة قيلت مع مريم وقيلت مع زكريا. أن يكون نعم، هو علي هين، هو علي هين. فكل شيء على الله عز وجل هين. فالناس الذين يشاهدوننا أكيد لديهم طلبات ولديهم هموم ولديهم غموم ولديهم احتياجات ولديهم، فنقول لهم عليكم باسم الوهاب فإنه مختص بالله عز وجل. نعم، مع ملاحظة أن الذي يطلب من الله عز وجل ليس مالا فقط. نعم صحيح. كل شيء يمكن أن يطلب من الله عز وجل ممكن أن يطلب باسمه الوهاب، لأن الوهاب يعني شامل لجميع ما يوهب، سواء كان شيئا ماديا أو كان معنويا. اللهم إنا نسألك في ختام هذه الحلقة المباركة أن تهب لنا يا ذا الجلال والإكرام رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتهب لنا رضوانك فلا تسقط علينا أبدا، وتهب لنا يا ذا الجلال والإكرام الثبات على دينك حتى الممات. اللهم هب لنا كل خير قد قسمته في هذه الليلة الشريفة المباركة نحن والسامعين والمشاهدين، وتهب لمشايخنا علما عظيما وفضلا كبيرا وجاها كبيرا، كذلك تهب لإخواننا الذين في الكنترول، اللهم هب لهم ما يريدون
وأنت على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. حتى ألقاكم في برنامج جديد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذا أخوكم برهان يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.